الرقص الجزائري. يا عم شوف، هذا مش رقص، هذا تمرين كارديو رسمي. تبدأ تهز شوية، فجأة تلقى نفسك تدور، تنقز، وواحد من وراك يصيح: زيد زيد يا فنان. طبلة تضربك في قلبك قبل ودنك، جسمك ما عاد له كنترول. يرقص لحاله. البنات لابسين تقليدي ويلف كأنهم توربينات، والشباب واحد يرقص والثاني يشجع، والثالث يصور تيك توك. ومستحيل تنسى العمة اللي تطلع في العرس، ترقص أحسن من الشباب وتخطف الأضواء، وتصيح: كنت نرقص قبل ما تولدوا. يعني باختصار، الرقص الجزائري لو ما عرقت بعد دقيقتين، فإما أنت روبوت، أو لسه ما دخلت الجو. بس مهما كان، تبقى الرشاقة جزائرية، والإيقاع يخلي أي واحد ينسى همومه ويرقص غصب عنه. وعاد لما تكون في عرس جزائري: مستحيل تطلع سالم، يجرك للوسط حتى لو كنت جاي تسلم وتمشي، وتلقى واحد يقولك: ارقص ولا نرجع الماكلة. الرقص هنا مو اختيار، هذا واجب وطني. واللي يحاول يرقص بهدوء، دايما فيه عم صغير يجي ويفتح عليه حركة جديدة تقول: متدرب في السيرك.